الو. الو، اهلا وسهلا. ايوه، زي حضرتك. اهلا بيك، اتفضل، انت على الهوا، حابب تقول اسمك؟ مصطفى مع حضرتك. اهلا بيك يا مصطفى. متابعنا يا مصطفى من اول الحلقه؟ متابع حضرتك. طب قول لي رايك ايه وتعليقك ايه على اللي حصل بين المطربه بوسي ورجل اعمال هشام ربيع؟ والله، الموضوع فيه حاجه غريبه يعني. انا ازاي؟ معلش، انا لسه متجوز، وان انا ارجع زوجتي الاولانيه تاني عشان يوم الصباحيه او يوم الفرح؟ فلا. طب انا دلوقتي اصلا لو لسه بفكر فيها، ليه اتجوزت اصلا تاني من البدايه؟ يعني لو انا المفروض ما اكونش بفكر فيها ما دام خدت ممكن نحسب ده مثلا انه كان يا مصطفى بيغيظها، بيخليها تتضايق فترجع له، يعني عارف في رجاله بتحب قوي تعمل الحركات يعني انا عارفه ان ده حاجات المفروض يعملها الستات، لكن احيانا في رجاله تحب تغيظ كده شويه. هو في فعلا رجاله كده، بس ابقى كده ظلمت الزوجه الثانيه. انا معلش، انا النقطه شبه كده انا وقعت فيها قبل كده زمان، يعني انا لسه عندي 29 سنه، يمكن وقعت في حاجه شبه كده وانا عندي 24 سنه. عملت ايه بقى؟ كنت على علاقه بزميلتي في الدراسه، كنت انا واخطبها، وبعدين رفضت، وكان في واحده بتحبني قبلها. وانا كنت رافض ان انا يعني اتقدم خطوه ليها خالص، لان انا كنت بحب زميلتي التانية. ولما التانية رفضتني، تمام، الاهل هم اللي رفضوا، مش هي اللي رفضتني، لاسباب ما لغايه دلوقتي انا ما اعرفهاش اساسا. فاضطريت، لا خلاص، انا التانية اللي كانت عماله تجري ورايا دي، لا انا هروح لها عشان خاطر اغيظ اللي هي سابتني. عملت كده فعلا؟ فعلا. وظلمت التانية، يعني ظلمتها طبعا لان انت ما بتحبهاش. بالظبط يعني. ظلمتها، انا ما بحبهاش، فلا حاجه. عملت ايه؟ سبتها بعد ما رحت؟ طبعا. ما كملناش مع بعض، لان يعني خدت خطوات وخطبتها خطوبه وخلاص، وكان جواز، بس ما قدرناش نكمل، لان انا التانية هي اللي في دماغي، مش دي خالص. فكده انا يعني انت ظلمتها. جيت عشان تاخد المفروض ان انت بتغيظها، غصت نفسك انت بالظبط، وبهدلت حياتك انت. بالظبط، وخسرت كتير جدا في الجوازه دي وفي الخطوبه دي عامه يعني. خسرت كتير جدا يعني. وطبعا يا مصطفى يعني دخول بيوت الناس مش لعبه، اكيد طبعا. بس انا قلت على راي مثل، خد اللي تحبك وما تاخدش اللي تحبها، واشوف وراه يعني، واجرب، خصوصا انا كنت لسه شاب. وانت المثل ده بقى حسيت ان هو حقيقي وينفع ينفذ يعني على ارض الواقع، ولا ده كلام وما ينفعش ان احنا ناخد حد غير بنحبه وبيحبنا؟ والله، انا جربته في زوجتي حاليا، اللي هي معايا حاليا، انا ما كنتش اعرفها ولا تعرفني. انا شفتها مره صدفه، والحب كله جه بعد الجواز. ودلوقتي انت الحمد لله مستقر في حياتك؟ الحمد لله، انا متجوز حاليا ومعايا بنوته، والحمد لله يعني. ودي انا ما كنتش اعرفها، كانت زميلتي في النادي، وسبحان الله شفتها مره واحده. اول ما شفتها قلت على طول انا دي عايزه اقدمها واتجوزها. كنت خلاص بقى ابتدى اللي جواك يهدى وابتديت تفهم الدنيا كل القديم اتردم عليه طبعا. كان عشان خلاص قررت ان انا يوم ما اخد خطوه تاني لازم اكون ردمت على اي حاجه قديمه قبل كده. فطبعا لما ردمت وخلاص استقريت وعقلي استقر، وبرضك ما بقاش في اي حاجه جوايا لاي حد تاني. فلا، قلت بقى اشوف حياتي وابدا. انا اخش بيت ناس لازم اكون فعلا انا حاببها وعايزها يعني. والحمد لله انا مستقر حاليا، ومعايا بنوته اهي، والحمد لله يعني. واللي معايا يعني انت في موقف بوسي، عن كل ده. في موقف بوسي وهشام ربيع، شايف ان هشام ربيع اصلا اللي غلطان لانه مذبذب ومش عارف هو عايز ايه؟ طبعا من البدايه غلطان. بشكرك. انت ما دام في حد من البدايه لسه عند جواك، المفروض ما تقدمش خطوه تاني لاي حد تاني. ودي نقطه مهمه جدا. بشكرك يا مصطفى انك انت تطرقت ليها. حقيقي احيانا كتير جدا بنظلم في طريقنا ناس، وبندوس على ناس احنا مفروض هم مالهمش ذنب. كل ذنبهم انهم حبونا، كل ذنبهم انهم ظهروا في الوقت الغلط. كتير قوي بندخلهم حدوته وندخلهم معانا في قصص هم في غنى عنها، لمجرد ان احنا عايزين نرضي كبريائنا، نرضي غرورنا، نبعت رساله للطرف اللي سابنا او اللي احنا سبناه ان لا، انا موجود، انا الف مين يتمناني، وفي الاخر انت ما تعرفش انت بتظلم مين وبتيجي على مين.